هذه قصة رعب مغربية، ماشي أي واحد يقدر يسمعها في الليل. واش عمركم حسيتوا باللي شي بلاصة ما بغاتكمش؟ واش ممكن دار جديدة تقلب حياتكم للجحيم؟ في هذه القصة المرعبة غادي نحكي لكم على سعد ومراتو سارة اللي رحلوا لدار جديدة في مدينة الدار البيضاء، وكل شي كان باين عادي حتى بدات توقع أحداث غريبة ومخيفة ما عندها حتى تفسير. رجال غامضين، دار مهجورة، أصوات في الليل، تهديدات، وكائن كيبان وكيغبر بلا آثار. والرعب موقفش غير في الدار بل تبعهم حتى لمدينة أخرى